ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض كيك قدرة قادر بطريقه سهله ولذيذه جدا وتعجبك قوي. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. ويلا نبدا. الاول هنعمل الكريمه. الكريمه محتاجين لها 6 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، طلعيهم من التلاجة بدري وحطيهم لحد ما يبقوا بدرجه حراره الغرفه. ضفت لهم 2 باكو فانيليا، لو هتحطي فانيليا سايله حطي معلقه صغيره. ضربتهم بقى بمضرب البيض اليدوي كويس كده قوي لحد لون البيض ما يبقى افتح درجة. وبعدين ضفت لهم 1.5 كوباية لبن حليب، وكملت ضرب كده دقيقتين بالمضرب. وبعدين هنضيف لهم 1.5 كوباية لبن مكثف، يعني حطينا 3 كوبايات لبن، 1.5 حليب و1.5 مكثف. طبعا اللبن المكثف احنا بنعمله في البيت، هسيبلك اللينك بتاعه في اول تعليق، بيطلع مظبوط جدا معاكي. وطبعا انا هنا ما حطيتش سكر لان اللبن المكثف فيه سكر كفاية. لو حبيتي بقى تستبدلي اللبن المكثف، طبعا البديل هتحطي 3 كوبايات لبن حليب، وضيفي بقى معلقتين لبن باودر او معلقتين قشطة او معلقتين زبدة. اي حاجة هتدينا الفرق بتاع الايه، الدسامة بتاعت اللبن المكثف. وبعدين هنحط بقى نص كوباية سكر في حالة استبدال اللبن المكثف باللبن الحليب. خلصنا كده بقى وضربنا ده كويس قوي، نعمل الكراميل. الكراميل كوباية سكر على نار هادية، هنفردها بالشكل ده كده ومش هتقلبي الا لما اللون العسلي يظهر كده. لما يظهر بقى كده هتفضلي تقلبي فيه كويس قوي لحد الكراميل بتاعنا. السكر هيسيح خالص وهيبقى لونه عسلي جميل. انا هستخدم قالب هحط فيه، لو حبيتي تستخدمي صينية مش مشكلة. القالب اللي استخدمته اهو، حطيت فيه الكراميل تحت كده ووزعته على الجناب كويس قوي، يعني تبطني القالب كويس قوي بالكراميل من تحت ومن الجناب. بعد كده هنحط الكريمة بتاعتنا ونبدأ بقى نعمل الكيك. حطيت بقى اهو ادي شكل القالب. حطيت بقى الكريمة، وبعدين زي ما بقولك هنبدأ نعمل الكيك. طبعا الفرن دلوقتي انا مشغلاه على درجة حرارة 180. للكيك بقى نص كوباية سكر وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة وباكو فانيليا واحد. هنضرب بقى السكر مع البيض كويس قوي لحد السكر ما يدوب والبيض يبقى لونه افتح. ضربنا بقى كده كويس. بعد كده هنضيف نص كوباية لبن ونص كوباية زيت، ولو حبيتي تستبدلي الزيت بسمنة أو بسمنة على زيت براحتك. حطيت كده اللبن والزيت وقلبت بقى كويس. وبعدين طبعا قدرة قادر الكيك بتاعها بيبقى لونه شوكليت، لونه يعني غامق. فحطيت معلقتين كاكاو كبار، كاكاو خام. وقلبتهم كويس كده. وبعدين آخر إضافة بقى الدقيق. الدقيق بقى طبعا لازم يتنخل كده بالمصفى. حطيت كوباية وربع دقيق، عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعليها رشة الملح، ونخلتهم بقى كده بالمصفى. وبعدين تقلبي بالمضرب اليدوي. انا لما قلبت بقى الكيك كده لاحظت ان طبعا القوام بتاعه طلع معايا سميك شوية، فزودت شوية لبن، يعني حوالي 4 معالق كبار. يبقى كده استخدمنا لبن نص كوباية و4 معالق. شايفة بقى القوام بتاعها يعني طلع سميك ازاي اهو. فضفت بقى اللبن. لما ضفت ال4 معالق لبن لا ظبطوا القوام بتاع الكيك. يبقى انتي من الاول كده هتحطي نص كوباية و4 معالق. كده كويس قوي. خلاص هنضيفه بقى لل... للكريمة كده وهندخله الفرن. بس طبعا قبل ما ندخله الفرن هنحط القالب في صينية، وهنحط فيها الصينية مية سخنة، بحيث ان ارتفاع المية يوصل لحد نص ارتفاع القالب بالشكل ده كده. وندخله بقى الفرن زي ما بقولك على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. اخدت حوالي 40 دقيقة وطلعت. بعد ما طلعت سبتها ساعة كاملة لحد ما بردت خالص، وبعدين دخلتها التلاجة حوالي 6 ساعات. بعد بقى ال6 ساعات زي ما انت شايفة كده بالعصاية بتاع الشيش طاووق، وبدأت أعزل كده الكيك عن الجناب وعن النص علشان أقلبها بسهولة. وقبل ما تقلبيها هتحطيها في مية سخنة لمدة دقيقة واحدة علشان الكراميل يسيح. وبعدين هتقلبي بقى في طبق التقديم بالشكل ده. هتطلع جميلة معاكي قوي، شكلها حلو قوي قوي وطعمها أحلى وأحلى. بألف هنا. طبعا هتتقدم ساقعة بقى كده، تقطعي وتقدمي ساقعة. لو لقيتي اللون بتاع الكيك طالع دارك معاكي، يعني مش مفضلة ان هو يبقى دارك قوي كده، حطي معلقة كاكاو واحدة. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وباي باي.